ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتوا طيبين. انا مش عارفه انا عملت كده ليه، بس انا كان عندي احساس ده فيه من زمان، نفسي اعمل الحركه دي. كل سنه وانتوا طيبين واحده بتحبكم، واتمنى لكم يا رب حياتكم كلها تكون حب وسعاده. اللوك بتاع النهارده انتوا طبعا هتشوفوه دلوقتي ان انا عملته، وتشوفوا اللوك النهائي، وتشوفوا كمان الصوره على الفيديو من بره. بس انا عايزه اقول لكم وانتوا معايا في الفيديو، انا ماشيه كده، انا حاطه صحيح الحاجات في دماغي وحاطه الالوان اللي انا عايزه اعملها، بس مش عارفه بالظبط الشكل النهائي هيبقى شكله ايه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، الشكل طلع احلى مما كان في دماغي واحلى مما انا توقعته. شكل العين طلع ناعم قوي، رغم ان هو فيه شويه سموكي كده بسيط عشان خاطر ندي عمق للعين، بس الوش طلع حلو قوي. الروج طلع ماشي جدا مع اللوك، يعني انا مبسوطه جدا. انا اللي عامله اللوك صحيح، بس عارفه لما تبقي انت حاطه في دماغك حاجه والواقع يطلع احلى بكتير جدا من اللي انت كنتي حاطاه في دماغك، هتحسي بالهايبره اللي انا حاساها دلوقتي. اتمنى ان الفيديو النهارده يعجبكم، واتمنى لكم كده عيد حب سعيد عليه. لو حابين تشوفوا انا عملت اللوك ده ازاي، يلا بينا. اول حاجه هبتدي بيها الوش. اول حاجه هستخدمها النهارده هو البرايمر ده من إلف، اسمه تون ادجستنج فيس برايمر. البرايمر ده حلو قوي لان هو زي ما انتم شايفين كده لونه على بنفسجي، فبيبتدي كمان يفتح معايا البشره. لو انا حاسه ان بشرتي شويه غامقه او شويه بهتانه، بحس ان البرايمر ده بينور وشي وبيبقى شكله حلو عليا قوي، كمان بيملى الفراغات، بيبقى شكله حلو. للفونديشن النهارده انا حابه استخدم انفاليبل 24 hours من لوريال. ده حلو قوي وبيثبت وقت طويل وبيدي الافكت المات، وده اللي انا عايزاه. عايزه يبقى الاساس بتاعي مات وانا ابتدي احط اضاءه خارجيه. انا شخصيا بفضل الدرجه تبقى اغمق مني احسن ما تبقى افتح مني. لو انتوا حابين تعرفوا، انا درجتي في الفونديشن ده 32 امبر، دي درجتي فيه. للكونسيلر النهارده هستخدم ده من ميبلين، اسمه 24 hours super stay. الكونسيلر ده درجتي فيه رقم 3 ميديوم بيج. شايفين الكونسيلر ابتدى يفتح معايا. النهارده البودره اللي هثبت بيها الكونسيلر تحت عينيا حابه استخدم قوي بتاعه ماك، اسمه ماك بريم اند برايم. دي الدرجه اللي هي الترانسبيرنت، بيبقى شفاف زي ما انتم شايفين كده. انا النهارده حابه ان انا اعمل بيكنج، وحابه ان انا يعني اكتر شويه كمان في المنطقه بالذات هنا تحت العين، لاني هستخدم النهارده حابه استخدم الوان شيمر، او حابه احط حاجه بتلمع على عيني. فمش عايزه حاجه تقع تبوظ لي الميك اب بتاعي، عشان كده هزود شويه البودره السايبه على الاماكن اللي هي تحت العين هنا، عشان لو اي حاجه وقعت اقدر اشيلها بسهوله بعد ما اخلص الميك اب بتاعي. البرونزر النهارده هستخدم حبيبه قلبي، ما اقدرش استغنى عنها ابدا، كل شويه اروح وارجع لها تاني. البرونزر من لوريال. بصوا يعني اولا هو اتكسر، ما عنديش مشكله خالص، كبيره قد ايه، ومهما استخدمتها بصراحه انا يعني ما بقدرش استغنى عنها. وللبلاشر هستخدم الباليت دي من تارت. انا حابه جدا استخدم الدرجه دي، شويه على مشمشي، بس فيها لمعه ذهبي جميله جدا. حابين تعرفوا اسم البلاشر ده؟ البلاشر ده اسمه كالتشر. او قد ايه شكله جميل، بصوا. للهايلايت النهارده هستخدم من الباليت بتاعه كارلي بايبو. هدمج اللونين الاولانيين دول، هدمجهم واحطهم كهايلايت النهارده. اوكي، للشفايف حابه يعني حابه ان انا اعمل النهارده حاجه نيود، لاني انا عارفه ان النيود بيليق على كل حاجه.
صحيح انا لسه ما قررتش العينين، بس انا عارفه انها تبقى حاجه جليتري، بس اخترت ان حاجه تبقى نيود تمشي مع كل اللوكات اللي بتتعمل. خدت القلم الدرجه النيود دي من ريميل، درجتها 014 وايلد كلوفر. دي درجه نيود بس شويه بني شويه. بعد كده هحط عليه القلم النيود ده من ميبلين، درجته 630 نيود بيرفكشن. هو اللون كده جميل قوي، بس انا كنت حابه ان انا احط عليه لون فاتح سنه عشان خاطر بس يبقى شكله احلى بالنسبه لي. فممكن احط عليه الدرجه النيود دي من اسنس، اسمها تريبل اكس لونج لاستنج ليب جلوس. الدرجه دي رقمها 6 سوفت نيود. الدرجه دي حلوه قوي، هي يمكن افتح سنه بس انا حباها تفتح معايا اللوك زياده. انتوا شايفين كده. اوكي، لاف لاف لاف. انا كده الشفايف بالنسبه لي حلوه قوي، مش محتاجه حاجه تانية اكتر من كده. انا كنت حطيت كونسيلر، بقيت الكونسيلر زي ما انتوا شفتوا وانا بوزع كانت بقى شويه، حطيته على عيني. محتاجه بس احط عليه شويه بودره اثبته. للعينين انا شايفه ان انا مياله قوي اكتر لحاجه على بينكات على ابيض، حاجه كده زي الباربي او زي اللوك بتاع باربي. فاول لون هستخدمه النهارده هو اللون ده. ما تتخضوش، هو مش فاقع قوي كده، لما بتدمجيه على عينك بيبقى لونه هادي جدا. اي لون بينك عندك. ده كان بلاشر عندي، الماركه اسمها سافي. انا هستخدمه النهارده كترانزيشن كولر. هاخد فرشه فلافي كده، او الشعر بتاعها واسع شويه عشان خاطر تدمج معايا الاي شادو بسهوله. بعد كده بفرشه اصغر منها شويه هبتدي اخد اللون البنفسجي الغامق ده. هاخد اللون البنفسجي الغامق ده من الباليتة بتاعت كارلي بايبل، وهبتدي احطه تحت اللون البينك اللي انا حطيته. بعد كده هستخدم اللون ده من كولر تاتو من ميبلين، لونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده، بس فيه لمعه شويه. هحطه على جفني كله، هيبقى اساس للون اللي انا هحطه بعد كده، او زي ما تقولوا كده هنضف بيه الجفن بتاعي. شايفين كده هو مش كات كريس، انا بس نضفت الحاجب بتاعي من اي لون وقع منه. بعد كده هرجع ادمج تاني الحروف، فمش هيبان ان هو كات كريس. انا هحط عليه اللون ده، لون شامبين شويه على بينك كده، هثبت بيه اللون ده وفي نفس الوقت ينور معايا اللوك بتاعي. بعد كده هجيب فرشة الدمج وهدمج اللون البينك شوية بس على موف ده، هدمجه على الخط الواصل ما بين اللون الابيض الاي شادو وكمان اللون البينك. هدمجهم كلهم مع بعض عشان يديني مش عايزة اي خط واضح كده يكون قاسم عينيا او مبين ان هو الميك اب مش مدموج كويس. بعد كده هاخد اللون البني الغامق ده وهبتدي احطه على الكورنر زي ما انتوا شايفين كده.
هبتدي احطه على الكورنر الاخير من العين علشان خاطر ادي سحبه للعين واخفنش العين بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده مفيش كلام. انا بصراحه كنت ناويه اعمل ايلاينر عشان خاطر اكمل العين، بس انا مش عايزه اعمل ايلاينر عشان خاطر ما اضيعش الرسمه، فكل اللي هعمله ان انا بس هنضف اللي تحت عيني. هجيب فرشه نضيفه كده عشان احنا حاطين باودر، فهيبقى ان انا انضف تحت عيني يبقى سهل جدا. بصوا ولا كأني كان اي حاجه، المهم بس يبقى الفرشه بتاعتكم نضيفه. بعد كده عشان انور عظمه الحاجب هحط اللون الشامبين الهايلايت دون، هحطه على تحت عظمه الحاجب علشان خاطر الماسكارا. النهارده انا هستخدم الفوليوم بلس ماسكارا من ذا وان من اوريفليم. هحط منها طبقه على رموشي اللي فوق ورموشي اللي تحت. ذات مومنت مستفزه جدا لما انت تكوني بتحطي الميك اب وتعبانه جدا فيه ورسمه ومش رسمه، وتغلطي غلطه زي كده وايدك تيجي فيها، تتضايقي، تتحرق دمك. لا ابدا، استنيها لغايه لما تنشف خالص وبعد كده هنشيلها بالقطنه بتاعه الوجه. كده رموش تمام. لغايه ما اللزق ما ينشف هبقى عايزه بس اخلص تحت العين. هرجع تاني للون اللون الانتقالي بتاعي وهدمجه مع اللون البنفسجي. هاخد كده ميكس ما بين الاتنين وابتدي احطه على تحت عيني. وبس على الجزء الاخير من عيني هبتدي اخد اللون الغامق، لون رصاصي او بني غامق خالص، وهبتدي احطه على الجزء الاخير على عيني. زي ما انا حطيت بس اللون الغامق فوق هحطه تحت. بس زي ما انتم شايفين كده انا بس في الكورنر الداخلي حطيت من اللون الهايلايت اللي هو على شامبين شويه، اللي هو اللون ده، حطيته في مدمع العين علشان خاطر يوسع معايا العين. كده يكون اللوك بتاعنا خلص النهارده. يلا مستنيه لايكاتكم، مستنيه كومنتاتكم، عايزه اعرف رايكم ايه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.